في مدينة لا تنام وفي شهر لا يشبه غيره، مر رمضان هذا العام على مدينة العيون محملا بنبض الرياضة، روح التحدي وعشق المنافسة. من الملاعب إلى القاعات ومن المسابح إلى الحلبات، تحولت المدينة إلى فضاء مفتوح للفرح، للحيوية وللارتقاء. ليلة رمضان الرياضية الحمد لله دازت في ظروف جد متميزة، ولات موعد سنوي كيجسد رؤية جامعة العيون في دعم الرياضة والرياضيين من خلال إشراك جميع الفئات وتوفير الأطر والتجهيزات اللازمة وتنظيم دوريات احترافية تليق بطموحات شباب المدينة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على انفتاح جامعة العيون على الفئات وعلى جميع الساكنة. وبتعليمات من السيد رئيس الجامعة مولاي حمد الرشيد حاول باش يفتح جميع الابواب للساكنه واللاعبين والرياضيين طيله اليوم حتى الثالثه صباحا. وما يفوتني ان اتقدم الشكر الجزيل للسيد مولاي حمد الرشيد على دعمه وتوجيهاته المتواصله التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح الباهر لجميع الانشطه الرياضيه في المدينه كامله. كما اتقدم الشكر الجزيل لجميع الاطر التقنيه والفنيه والاداريه لمصلحه الشؤون الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه بجامعة العيون. هذه التظاهرات الرياضية الرمضانية جاءت كثمرة لجهود جامعة العيون التي وفرت كل الإمكانيات من تجهيز حديث للملاعب والقاعات إلى توزيع البدل الرياضية والمعدات، مرورا بتنظيم احترافي للدوريات استهدفت كل الفئات دون استثناء، كبارا وصغار، رجالا ونساء، ناهيك عن القرار الذي اتخذه السيد مولاي حمد الرشيد رئيس جامعة العيون بفتح المرافق الرياضية حتى الثالثة صباحا، وهو ما عزز من المشاركة الواسعة للأندية والرياضيين والمواطنين على حد سواء. خطري جنحاوي رئيس جمعية قدماء شباب الساقية الحمراء ولاعب سابق في القسم الوطني الأول والثاني. هذه الدوريات اللي خلقت عنها كانت افتتاح الملاعب في وجه الساكنة كاملة، وبالأخص على الرياضيين كرة القدم بصفة خاصة، وخاصة اللي ما يمارسوا في الأندية كانوا محتاجين لهذه الالتفاتة وهذا الافتتاح ديال الملاعب، وتلقاوه بفرح وسرور. كل المدينة هي الحمد لله ناشطة، الكليراج كاين، الأمن كاين، كاملة المدينة كلها. فين ما ارتحلت تجبر هذا النوع من النشاط، فين ما صديت الحمد لله احنا خاصنا نعودوا نعاونوا ونساعدوا فيه ونعطوه قيمته الحقيقية، لأنه هذا الشيء باقي طريق رانا احنا الحمد لله احنا طريق نمارسوا فيه، وراعي أولادنا وراعي حفيداتنا نستغلوه، وراعي الحمد لله كاملين يستغلوه، وخاصنا نحافظوا عليه. وعندنا بنية تحتية كبيرة، فرجت مجموعة من المؤطرين بالسياسة ديال الجماعة الله يجازيهم من هذا المنبر اللي نشكر السيد رئيس الجماعة العيون على توفير هذه البنية التحتية، ونظن عنها واعر باش تعدل هذا النوع من البنية التحتية، لأنه يتطلب جهد كبير، يتطلب مثابرة كبيرة. السلام عليكم، معكم من عيني الزاهد، واحد من اللجنة المنظمة لدوري الغفران النسخة 14 بحي العودة. وهذه النسخة اللي تقامت هذا العام، هذا الموسم ديال هذا الشهر الفضيل، تعتبر من أجمل النسخ اللي قد تخطات على مر 14 سنة بحي العودة. كما تعرفوا ديك الساعة كنا نلعبوا لا في البارك، وراكم تعرفوا البارك الخطورة ديالو على اللاعبين، الله يحسن كم يقد يتصاب لك حد الله يحفظ. ما الحمد لله ملي تلعب في الكازون يحاولوا اللعابه حتى الا جبت لعابه كوايري وهذيك يحاولوا يزعموا شويه يلعبوا مزيان وهذا، والحمد لله تواصلت معنا الجماعه وعطاتنا الملعب، وكنشكروها من هذا المنبر، ونشكروا الرئيس ونشكروا الجميع الاطر اللي وقفوا معنا من لعبنا في هذا الملعب هذا العام، ونتمنوا الاستمراريه للسنوات القادمه ان شاء الله، وشكرا للجميع.
وكان لأطر مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية دور محوري وفاعل في إنجاح هذه التظاهرات من خلال إشرافهم المباشر على مختلف مراحل التنظيم، من البرمجة والتنسيق إلى التأطير والمتابعة، مما ساهم في إخراج تظاهرات رياضية في مستوى تطلعات الساكنة. كما تجند طاقم طبي وتدريبي متكامل يضم تقنيين ومدربين وممرضين ليكونوا رهن إشارة جميع المستفيدين من الحصص والأنشطة الرياضية. أنشطة متنوعة ومتعددة امتدت إلى جميع أحياء المدينة، وشارك فيها أزيد من 1800 لاعب موزعين على 154 فريقا في كرة القدم، إلى جانب 100 سباح وسباحة من 6 أندية، والمئات من ممارسي الرياضات القتالية تايكواندو، الكاراتيه والملاكمة، ما أضفى على الأجواء حيوية استثنائية. عبد الجليل القاسمي، مستشار بعصبة الأقاليم الجنوبية للملاكمة. التظاهرات اللي دارت الجماعة حقيقة رجعت الروح للرياضة بصفة عامة وبالخصوص رياضة الملاكمة، وكل شيء كان الحمد لله في المستوى، والتنظيم كان زين والحضور كان كثيف، والتجهيزات الحمد لله كيف تشوفوا راه كانت في المستوى العالي. الله يعاونكم. ومن هذا المنبر صراحة نشكر الحاج حمدي على هذا الشيء، التنمية اللي مهدفها الأقاليم خاصة في المجال الرياضي، وأطر المصلحة الرياضية على دعمهم المتواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الداودي المختار، رئيس عصبة جية العيون الساقية الحمراء داخل واد الذهب لرياضة الكيك بوكسينغ والمواي والصافات والرياضات المماثلة. الحمد لله دازت الأنشطة هذا رمضان، دازوا أنشطة. بالنشاط الأول اللي دوزت العصبة كان تدريب المدربين ومساعدين المدربين والحكام، كان في القاعة المغطاة الحزام، القطب الرياضي الحزام. والمرحلة الثانية نهار 16 دار التدريب ديال الحكام والمدربين ومساعدين المدربين والحكام اللي تخطى في قاعة المغطاة القطب الرياضي الحزام. نهار 23 نظمنا أمسية رياضية، يعني تكونت في 10 أوزان، 3 فتيان شبان كبار هون في القرية الرياضية. كنوجهوا الشكر الأطم الطاقم اللي متكلف بالقطاع الرياضي بصفة عامة في الجماعة، وكذلك كنوجهوا الشكر لرئيس الجماعة اللي وفرنا هذه الفضاءات الرياضية وهذا الانفتاح اللي صراحة يعني انفتح على جميع العصب وعلى جميع الرياضات. كنشكروه السيد رئيس الجماعة الحاج مولاي حمدي ولد الرشيد على هذا صراحة هذه التسهيلات وهذه الأمور وهذه اللوجستيك. عندنا الأمور اللوجستيكية كاملة بصفة عامة، كنوجه له الشكر. أفوزار إلهام، رئيسة العصبة الجهوية الساقية الحمراء للسباحة. أنشطة يومية كتنظم في المسابح بفضل جماعة العيون، وحنا فرحانين بزاف بهذه المبادرات اللي كدير الجماعة واللي من خلالها كتوسع قاعدة السباحين في هذه المدينة. أنا بدوري كنشكر السيد مولاي حمدي ولد الرشيد على رعايته المتواصلة للقطاع الرياضي وجميع الأطر ديال الرياضة في الجماعة. الفضاءات الرياضية بمختلف مناطق المدينة هي الأخرى عرفت توافدا واسعا من المواطنين من جميع الأعمار لممارسة الرياضة والاستفادة من التجهيزات المتوفرة في إطار مجاني ومنظم. وقد ساهم هذا الإقبال اللافت في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية وتعزيز مكانة الرياضة كرافعة للتنمية المجتمعية. في مدينة العيون الرياضة ليست مجرد منافسة، بل أسلوب حياة ورسالة طموح وتجسيد لروح جماعة العيون. ليالي رمضان الرياضية كانت موعدا لتكريس هذه الرسالة، رسالة تقول: نحن هنا لنتحد، نحن هنا لنرتقي، نحن هنا لنصنع الأبطال.